لماذا لم يتوقع أحد لا مؤيد ولا معارض لهذا الانقلاب العسكري أن تكون الصناديق خاوية على عروشها بهذا الشكل؟ يعني ابتداء خلينا حضرتك الأول نثني على الوقفة البطولية للشعب المصري في هذه الانتخابات. الجميع الآن أصبح واضح ليه جدا خطورة النظام الذي يحكم مصر على أبناء الشعب المصري بشكل عام. الشعب المصري واضح جدا يا دكتور أسامة دلوقتي إن هو بيمر بحالة من الإحباط يمكن ما مرتش حتى في تاريخ كل النظام العسكري اللي عدى بمصر منذ نشأته في الدولة الحديثة. الحقيقة في إخفاقات غير طبيعية حاصلة من نظام عبد الفتاح السيسي بلا شك هي اللي وصلت للمرحلة للحل اللي احنا شايفينها النهاردة دي. يمكن أقول لحضرتك تصريح غريب جدا صدر من الحكومة يمكن قبل الانتخاب بيومين. بيقولوا ان احنا مش قادرين ان احنا هنفضل نستمر في دفع المعاشات لاصحابها لغايه امتى دي بتكلفنا. التضامن الاجتماعي قالت هذا انها تكلف الدوله اكثر من 55 مليار جنيه. تصريح في منتهى الغباء في توقيت لا يمكن اللي هي يعني هي لو قصده ان الناس ما تروحش الانتخابات ما تطلعش التصريح في هذا التوقيت. احمد موسى قال امبارح اللي مش هينزل ينتخب ما يسالش عن معاشات. يعني كان تناقض ما بين هذا التصريح اللي تفضلت به وما بين التهديد اللي احمد موسى قاله. هو بصراحه هم يعني في مجال التهديدات لم تتوقف للشعب المصري على موضوع الانتخابات ده. يعني مره يقولوا للشعب اللي مش هينزل هيدفع ال 500 جنيه، وانا بقول لحضرتك على فكره موضوع ال 500 جنيه لو قالوا للناس انزلوا واللي هينزل هياخد 500 جنيه ما حدش هينزل برضه. يعني هو خلاص يعني في حاله من الاجماع والتوحد حوالين فشل هذا النظام. لو حضرتك تذكر معايا ما تم في دستور 2012 والاستفتاء على دستور 2012. ما حدث في دستور 2012 دكتور أسامة ان كان الجميع بيرى ان هذا الاستفتاء على دستور او 2012 هو في حقيقته استفتاء على الدكتور محمد مرسي. ليه؟ لان كانت الحمله اللي حصلت على الدكتور محمد مرسي وعلى الدستور في 2012 كانت ضخمه جدا والناس تصورت يعني ان فعلا ما فيش شعبيه وكلام زي كده. لكن لما الشعب المصري تمكن من ان هو يصل الى صناديق الاقتراع ويحط صوته كان واضح جدا ان الشعب بيروح في حته واعلام عبد الفتاح السيسي ونظامه رايح في حته ثانيه. فانا بقول لحضرتك لا، هو في حاله من الوعي، حاله من الادراك لخطوره استمرار هذا النظام في حكم مصر هي اللي وصلت الناس النهارده في مشهد بطولي بعد يعني اقول لحضرتك كل القوى الثوريه تقريبا نشدت الشعب المصري ان هو ما ينزلش، والجبهه الاخرى اللي هي جبهه العسكر بادواته الاعلاميه واذرعه الاعلاميه تتوسل للشعب المصري ان هو ينزل. لكن فعلا الشعب المصري اثبت ان هو لا دي درجه من الوعي ولا دي درجه من الحصافه. خلينا نتوقف عند فكره هي اللي خلته